بيبتدي الفيلم بيوسف اللي بيقولك انه متردد من صغره، وانه من صغره من بعد وفاة امه وابوه سته اللي تكرر له حياته، وبيكبر بدون شخصية او هوية، وسته بتتوفى وبيعيش لوحده، وده بيهيأنا لحاجة مهمة قدام. وعمه في الشغل متسلط عليه جدا، وزميله سامح بيسرق افكاره في الشغل وينسبها لنفسه، ويوسف عشان شخصيته ضعيفة مش بيعرف ياخد حقه من سامح. ويكمل ان يوسف عند الدكتور اللي جاب مهيب النشواتي هنا. المهم بيقول له ان بيسمع اصوات في دماغه، واحد ابيض قوي والتاني اسود قوي، والدكتور بيقول له ان الشخصيات اللي جواه بتحاول تسيطر عليه عشان هو متردد وشخصيته ضعيفه. وده اللي قلت لك عليه من اول الفيلم، ان سته كانت متحكمه فيه بعد وفاه امه وابوه، وده اللي بيخليه دايما شخص متردد وما بيعرفش ياخد قرار. ويوسف بيكمل بيقول له ان عايز يسكت الاصوات اللي في دماغه دي. بيقول له الدكتور ان الملك لويس ال15 تقريبا كان بيقول تعويذه في كتاب بتخلي الاشخاص اللي في دماغه تطلع قدامه ويتكلموا معاه. اظن انت فهمت الفرضيه بتاعت الفيلم. الكتاب ده اسمه طلعوا لي بره، ويجيب يوسف الكتاب ويقرا التعويذه وينام ويصحى يلاقي الشخصيتين قدام، ابو الخير وكيكي. وهنا يجي الشرح بتاعي انا وتحليل الشخصي، وهو ان الفيلم بيتكلم على اهم تفسيرات الشخصيه لفرويد. الانا العليا اللي في فيلمنا هو ابو الخير واللي بيمثل الضمير، وكيكي واللي باين من اسمه ان شيء وحش وهو اللي هو او الشر الداخلي فيه، والانا هو يوسف الانسان الطبيعي. والمخرج بيشرح لك في مشهد واحد ويفهمك تقسيمه الشخصيات